المدارس على الابواب، ويلا بينا نعمل لهم حاجه ياخدوها معاهم في المدرسه، سهله وسريعه وبسيطه وكمان لذيذه. طبعا هنحشي بالحشوه اللي احنا عايزينها. انا معايا 3 كوبايات دقيق، حطيت عليهم معلقه كبيره خميره فوريه ورشه ملح ومعلقه سكر. ماشي، نزلت عليهم بكوبايه ميه، هي بالظبط هتاخد معايا كوبايه ونص ميه. هنفضل نقلب زي اي عجينه عاديه، هنقلب لحد ما تعمل ايه عجينه طريه. بصوا انا هستخدم ايه الاول، المعلقه الخشب، انا مش مستخدمه عجان ولا اي حاجه. الموضوع مش مستاهل على فكره، يعني انا ساعات كتير ما بحبش حتى احط في الكيتشن ماشين، مش عايزه اوسخه يعني. لا بقى اقلب كده بالمعلقه العاديه الخشب. خلاص بصوا، هنعجن بقى شويه كده في العجين. يعني احنا لو هنحطه في العجان او في الكيتشن ماشين او اي حاجه، هنفضل برضو نحط ميه وكده لحد ما العجينه تتلم، وبعدين لازم نعملها ايه، نعجنها بايدينا. هنحط بقى شويه زيت، هيلموا لنا بقى العجينه كده. احنا عايزين العجينه تبقى طريه شويه، يعني حتى لو بتلزق شويه في الايد مفيش مشكله. هنقعد نعجنها شويه بس بايدينا علشان تطرى وتطلع معانا عجينه جميله قطنيه ورقيقه. تمام زي ما انتوا شايفين كده. الموضوع مش صعب خالص، هي دي العجين. بصوا دي اساس اي عجين، بس اهم حاجه ندوب الملح والسكر في شويه ميه قبل ما نحطهم علشان ما يبقوش مخرزين كده جوه العجينه واحنا بنشتغل. بعد ما عجنت خلاص تبقى متلزق بسيط كده. بصوا بس العجينه تبقى طريه، احنا عايزين العجينه دايما طريه، يعني حتى لو بتلزق بسيط مش مشكله. احنا المهم يكون السوائل فيها بنسبه كويسه، ما تبقاش ناشفه، عشان المخبوزات بتاعتنا تطلع هشه وطريه. موضوع التلزيق ده مش مشكله، يعني احنا هنحله. هي لما تخمر طبعا هنحط لها دلوقتي على وشها زيت علشان ما تعملش قشره. تمام، وهنسيبها تخمر. موضوع بقى ان هي بتلزق ده هيروح تماما بعد لما تخمر. احنا طبعا هنبقى ايدينا برضو فيها زيت او هنفرد على دقيق او كده. بص انا بوريكم هنا هي خمرانه بقى خلاص. تمام، دي الخميره تقريبا كده بعد نص ساعه. طبعا الجو حر، لو الجو برد هنسيبها اكتر من كده. هقسم بقى العجينه بتاعتي في الحجم اللي احنا عايزينه. انا هعمله يعني حجم زي الباتيه شويه كبير. فطلع معايا ال3 كوبايات دقيق، طلعوا معايا 9 وحدات باتيه. تمام، هفردها كده. طبعا انا ايديا فيها نقطة زيت، بس خلاص بقى احنا مش هنزود زيت ولا حاجة. احنا بالزيت اللي على الوش ده هو ده اللي هنفرد بيه، مش هتلزق ولا حاجة. هحط الجبنة، انا حطيت جبنة بيضة ناشفة، اللي هي يعني حادقة شوية. تمام، وهعمل بقى الشكل اللي انا عايزاه. هفرد وهحط الجبنة وهلفها، ودي شكلها كده بعد ما عملتها. اهم حاجة ان انا لما احطها في الفرن، طبعا قبل ما تدخل الفرن لازم تخمر. هدهن الوش بتاعها بالبيض وهحط له رشة فانيليا صغيرة، علشان البيض ده عشان يخليه لامع وفي نفس الوقت متحمر، وكمان علشان لو هنحط سمسم او حبة البركة او كده تكون تلزق، ما تبقاش بتقع بسهولة. بعد ما هدهن الوش كله بالبيض، طبعا هحط السمسم وحبة البركة. احنا قلنا البيض ده هيخليه يلزق. لو حطينا، في ناس بتحط نسكافيه بشوية مية او كده، بيخلي لونه حلو بس مش بيخلي برضو السمسم يلزق. هسيبه بقى يخمر لحد ما يتضاعف حجمه، وبعدين هدخله فرن سخن. طبعا المخبوزات بتبقى محتاجة فرن سخن جدا. انا هنا فتحت الشواية يعني في اخر كام دقيقة عشان تتحمر الوش كده، تدينا اللون الحلو ده. بس طبعا بعد ما كان خلاص قرب يستوي يعني. بجد في المدارس بيبقى احلى بكتير من السندوتشات. احشوه بقى الحشوة اللي انتوا عايزينها، ممكن بسطرمة او سوسيس. زي ما انتوا شايفين هو طري وهش جدا هنا، وهو سخن جدا بقى. يعني انا هنا ما كنتش قادرة المسه اصلا من كتر ما هو سخن. هش جدا وعامل طبقة قرمشة من فوق، حلو جدا بصراحة، لازم تجربوه. لو هتدوا للولاد سندوتشات في المدرسة ده هيكون افضل بكتير.
سهل ومقرمش كده من بره وطري من جوه، لازم تجربوه. وبألف هنا، جربوه وقولوا لي رأيكم. باي.